السلام عليكم. تعالوا نشوف وجبة الغدا اليوم كانت عاملة ازاي. طبعا قبل وجبة الغدا احنا عملنا خبز بروتين عبارة عن قشور سيليوم وبيض، ولا اروع، تحفة جدا جدا، هش وطري، ينفع جدا للحشو يا جماعة، وكمان ما فيهوش اي رطوبة من جوه للناس اللي سألتني، لان فعلا دايما قشور السيليوم بتدي شوية من الرطوبة كده من جوه، تحسوا انه الخبز لسه ما استواش. لكن بصراحة الخبز ده بالمقادير اللي احنا قلناها بالجرامات ولا اروع. جربوه، ويعني كمان تحفة جدا، وبيتعمل بس في 20 دقيقة. فخبز البروتين ده حلو جدا كطعم وكصالح للحشو، وهش وطري وزي ما احنا قلنا كده. تعالوا انا قدمته. وهنا في وجبة الغداء عملت شيش طاووق، و شويت شيش طاووق كده على الجريل من فوق، وعملت سلطة خضراء، وعملت كمان سلطة طحينة، وعملت سلطة حمص كده، عارفين كده زي الفتة اللبناني اللي هي بالحمص والزبادي. خلينا الاول في سلطة الطحينة. او في الطحينة بعملها ازاي؟ بجيب شوية من الطحينة، بتبلهم يا جماعة بتوم مفروم وخل وليمون، وبزيد عليه شوية من المية كده، وبحط عليه ممكن شوية من الكمون وشوية من السماق صغيرين، وبقلب المكونات بتاعتنا. بحب دايما ازينها بزيت زيتون من فوق برضو، يعني ممكن نحط في مكوناتها زيت زيتون، وبزينها كمان من فوق بزيت زيتون. بالنسبه للسلطه اللي قدامكم دي عباره عن زبادي، اساسها كله زبادي، ممكن زبادي يوناني او زبادي عادي. بتحطوا عليها معلقه طحينه، وكمان شويه من الملح طبعا، والسماق، وبرده فصين توم مفرومين، وزيت زيتون. وبرده بزين على الوش بزيت زيتون وحمص كده، شويه من الحمص. الحمص مسموح لما بيكون معاه دهون، وما بناكلش كميات كبيره، معلقتين مثلا. فدي كانت وجبتي: سلطة خضراء، والخبز البروتين، وسلطة طحينة، وسلطة فتة لبناني بقى، او فتة زبادي، زي ما تحبوا تقولوها، وسلطة خضراء. طبعا برضو بتبل السلطة الخضراء، طبعا نحط ورقيات كتير، والحاجات اللي انتم شايفينها بليمون وزيت زيتون. واشوفكم على خير في وصفة قادمة ان شاء الله.